وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده. عايز الفرج يجي لك بسرعة، لازم ترجع لنفسك وتصلحها الأول. لن ينصرنا إلا إذا اصطلحنا مع الله، لأن نزع المهابة أمر من الله، ووضع المهابة أمر من الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إن تنصروا الله ينصركم. ننصر الله على مين؟ على نفسنا، شهواتنا، البدار بالتوبة النصوحة، البعد عن معاصي الله، البعد عن ذنوب الخلوات، البعد عن الانهماك في الشهوانية والعدوانية وإثارة الإشاعات في البلاد والعباد، ترويج الأراجيف بين الناس. هذا كل أمر يخزل سواد الأمة. عايز الفرج يجي لك بسرعة، لازم ترجع لنفسك وتصلحها الأول. لن ينصرنا إلا إذا اصطلحنا مع الله، لأن نزع المهابة أمر من الله، ووضع المهابة أمر من الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إن تنصروا الله ينصركم. ننصر الله على مين؟ على نفسنا، شهواتنا، البدار بالتوبة النصوحة، البعد عن معاصي الله، البعد عن ذنوب الخلوات، البعد عن الانهماك في الشهوانية والعدوانية وإثارة الإشاعات في البلاد والعباد، ترويج الأراجيف بين الناس. هذا كل أمر يخزل سواد الأمة. عايز الفرج يجي لك بسرعة، لازم ترجع لنفسك وتصلحها الأول. لن ينصرنا إلا إذا اصطلحنا مع الله، لأن نزع المهابة أمر من الله، ووضع المهابة أمر من الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إن تنصروا الله ينصركم. ننصر الله على مين؟ على نفسنا، شهواتنا، البدار بالتوبة النصوحة، البعد عن معاصي الله، البعد عن ذنوب الخلوات، البعد عن الانهماك في الشهوانية والعدوانية وإثارة الإشاعات في البلاد والعباد، ترويج الأراجيف بين الناس. هذا كل أمر يخزل سواد الأمة. عايز الفرج يجي لك بسرعة، لازم ترجع لنفسك وتصلحها الأول. لن ينصرنا إلا إذا اصطلحنا مع الله، لأن نزع المهابة أمر من الله، ووضع المهابة أمر من الله.